شوفوا الحضارة بنور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى. سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم أيها الإخوة والأخوات الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد فلا زلنا نتدارس معا قدرا من الحقائق العلمية التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على لسان خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نستفيد بما جاء فيها من حكم، وأن ندرك مدى الصدق العلمي في هذه الإشارات التي جاءت غير مقصودة للإخبار العلمي المباشر، ولكن أجراها ربنا تبارك وتعالى على لسان هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم نفعا للبشرية وشهادة له بالنبوة وبالرسالة في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. من هذه الحقائق حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك، أو فإنه من شجرة مباركة. والحديث له روايات كثيرة: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. والمقصود هنا زيت الزيتون. ونعلم أن شجرة الزيتون هي شجرة أو شجيرة معمرة دائمة الخضرة، قد تعيش لأكثر من 1000 سنة. أصلها شبه جزيرة سيناء، ثم انتشرت بعد ذلك في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وانتقلت منه إلى بقية أنحاء العالم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وثبت علميا أن أفضل أنواع الزيتون الذي ينبت في شبه جزيرة سيناء، وأفضل الزيوت ما ينبت في شبه جزيرة سيناء، وأن أصل هذه الشجرة كان شبه جزيرة سيناء. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقد جاء ذكر الزيتون وزيته في القرآن الكريم في 7 آيات، منها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، والتين والزيتون قسم من الله سبحانه وتعالى، وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده. ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة في صيغة القسم، هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم، وتنبيهنا أيضا إلى جواب القسم أو الأمر المقسم عليه. نقول دهون زيت الزيتون دهون غير مشبعة. الدهون المشبعة ضارة بجسم الإنسان، لأن هضمها يصعب على معدة الإنسان وعلى كبد الإنسان، وأنها تؤدي إلى تكون انغلاقات في الأوردة والشرايين. لكن الدهون في زيت الزيتون دهون غير مشبعة، ولذلك فلها قيمة صحية عالية لخلوها من المواد المسببة لتصلب الشرايين وتضييقها وانسدادها. وبالاستقراء الدقيق تبين أن تناول زيت الزيتون بانتظام يسهم إسهاما فاعلا في الوقاية من العديد من الأمراض، التي منها انسداد شرايين القلب التاجية، وارتفاع نسبة الدهون الضارة في الدم، وارتفاع ضغط الدم، ومرض البول السكري، وبعض الأمراض السرطانية عافانا الله وعافاكم منها، وكما يقي من قرحات الجهاز الهضمي. فمن دهون الجسم الرئيسية الكوليسترول، والكوليسترول هو دهن أبيض اللون، يوجد تركيز كبير في كل من المخ والحبل الشوكي والكبد، ويتخلق أساسا في كبد الإنسان.
وفي الأمعاء وفي الجلد، ليلعب دور الوسيط في كثير من العمليات الحيوية، ومن أهمها تخليق كل من فيتامين ه والعديد من الهرمونات. ولكن إذا بالغ الإنسان في أخذ الدهون المشبعة فإن نسبة الكوليسترول في دم الإنسان تصبح مرضا قد يستعصي علاجه، قد تؤدي إلى انسداد الشرايين، إلى تصلب الشرايين، إلى ضيق الشرايين، إلى الجلطات المختلفة في المخ وفي القلب. ومن المعروف أن أكسدة الكوليسترول من العوامل المساعدة على تصلب الشرايين وتضييقها، وقد تم اكتشاف أن زيت الزيتون يلعب دورا هاما في منع حدوث تلك الأكسدة لاحتوائه على فيتامين ه وعلى قدر من مركبات الفينولات العديدة بولي فينوليك كومباوندز التي تمنع التأكسد الذاتي للزيت وتحافظ على ثباته، كما تمنع أكسدة الكوليسترول الضار المعروف بالرمز LDL، وينقي الجسم من أخطار فوق أكاسيد الشحوم ليبيدز بيروكسايدز كما تسمى، وأخطار غيرها من المواد الضارة. وأخ كريم الأستاذ الدكتور حسان شمسي باشا، وهو أحد كبار أطباء القلب في المنطقة العربية، أثبت بدراسة مفصلة أن زيت الزيتون يرفع الدهون المفيدة في جسم الإنسان ويخفض الدهون الضارة في جسم الإنسان، وهو كطبيب قلب ينصح بالمداومة على استخدام زيت الزيتون لأنه وسيلة من الوسائل الهامة في تقليل الدهون الضارة في الجسم وزيادة الدهون النافعة. وقد أثبت أخي الكريم الأستاذ الدكتور حسام شمسي باشا أن تناول زيت الزيتون بانتظام يؤدي إلى خفض المستوى الكلي للكوليسترول في الدم بصفة عامة، وإلى خفض نسبة الأنواع الضارة منه بصفة خاصة، ويعزى انخفاض نسبة الإصابة بأمراض السرطان في دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالنسبة إلى غيرها من دول العالم. يعزى ذلك إلى تناول سكان تلك الدول كميات كبيرة من الزيتون وزيته، خاصة الزيت البكر غير المعالج بأي مواد كيميائية، وهو زيت العصرة الأولى، لأن أغلب دول العالم تعرض زيت الزيتون لعملية هدرجة، فهذا قد يفقد الزيت كثيرا من فوائده. ولذلك فإن أخذ الزيت البكر ولو ملعقة في كل يوم من الوسائل العلاجية الهامة لمشاكل ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم. وزيت الزيتون سائل أصفر اللون، يميل إلى الخضرة أحيانا، غني بالأحماض الزيتية سموها أوليك أسيدز، يستخدم طبعا يؤكل نيا كما يستخدم في الطبيخ، يضاف إلى سلطات، يؤخذ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يستخدم في إنتاج العديد من الأدوية والدهانات الطبية وزيوت الشعر والصابون، وبه كانت توقد المصابيح لصفاء اللهب الناتج عن اشتعاله، خاصة في المساجد الكبرى كالمسجد الأقصى الذي ندعو الله تعالى بتحريره من دنس اليهود قريبا، ويعني في مجالات أخرى عديدة. وكان الصابون في المنطقة العربية خاصة في فلسطين يصنع أساسا من زيت الزيتون، وهو أفضل أنواع الصابون الذي استخدم إلى الآن. الزيتون بالإضافة إلى فوائده وفوائد زيته الصحية هو صبغ للآكلين كما وصفه ربنا تبارك وتعالى، والصبغ عبارة عن إيدام يحول لون الخبز المغموس أو المنغمس فيه إلى اللون الأسود، وهذا هو المقصود بالصبغ، وصبغ للآكلين، إدام للآكلين، وطعام للطاعمين، وهو فاتح للشهية، وثماره قابلة للتخزين لفترات طويلة بالتمليح، مما يزيد من أهميتها الاقتصادية. كذلك خشب شجرة الزيتون خشب مبارك، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمد مسواكه من شجر الزيتون، فالسواك المستمد من هذه الشجرة من أفضل أنواع السواك. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة، وهي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي.
لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ولا يهتم المسلمون بزراعة أشجار زيت الزيتون، وهي شجرة كما قلنا معمرة لا تحتاج إلى رعاية كثيرة، تتحمل الظروف القارية الجافة، دائمة الخضرة، تعيش إلى قرابة 1000 سنة. لو اهتممنا بزراعة الزيتون في صحارينا الممتدة على مساحات شاسعة لا أمكننا أن نغني هذه المنطقة بزيت له من الصفات الطبيعية والكيميائية والطبية ما لا يتوفر لغيره من الزيوت، ولا أغنانا ذلك عن اللجوء إلى زيوت أضرارها أكثر من نفعها. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستزيد معا من هذه الإشارات العلمية والطبية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من هذا البرنامج المبارك. أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا الحضارة نور كلام المصطفى، ومهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى. سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية وسلموا. مهما حاولوا ده نور وعمره ما ينطفى. سابق علوم العصر ربه وعلموه، صلوا على شمس الهداية